السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في دردشة مع رشا. النهاردة حابة أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا ويخص كل أسرة مصرية. إنه طبعا إحنا بنستعد للعام الدراسي الجديد. طبعا لازم نوعي أولادنا ونفهمهم كويس جدا موضوع التنمر. ما ينفعش إن إحنا نتنمر على حد ولا حد يتنمر عليه. لازم تزرعي في التوقيت دوت الثقة الكاملة في ابنك، عشان لو حد اتنمر عليه يبقى هو واثق من نفسه. لازم تزرعي في بنتك الثقة الكاملة في نفسها، عشان لو حد اتنمر عليها أو اتريق عليها في أي حاجة تبقى هي عندها ثقة في نفسها وعارفة إن هي جميلة وكل حاجة فيها جميلة. تعرف كويس جدا وعلميها إن هي من صنع الله الواحد الأحد، وربنا خلقنا في أحسن صورة. التنمر هو المعيبة. كان أهالينا يقولوا زمان إيه؟ من معايب ابتلى. وفعلا أنا أعرف شخصية كانت وهي عندها 15 سنة، كان ليها بنت جارتها كان عندها نسبة من الإعاقة الذهنية، فكانت كل ما تشوفها تعيب عليها وتتريق عليها وتقول لها يا مجنونة. فيقدر السميع العليم إنه هي بعد ما كبرت طبعا واتجوزت إن هي تجيب ولد معاق ذهنيا، لأن فعلا المعايب ابتلى. فالتنمر سلوك سيء جدا، واحنا لازم نفهم ولادنا ان التنمر ده شيء سيء، واللي بيعيب على حد في حاجه بيبتلى بيها يا اما في نفس التوقيت يا اما لما بيكبر يا اما في اولاده. فعشان كده لازم نعلم ولادنا لا للتنمر. يا رب اكون فدتكم ويكون الموضوع افادكم.